قناتي Everyday مع نوال. النهاردة هنحضر سوا كيفية إعداد حليب الكوكونات أو لبن الكوكونات الطبيعي للناس اللي عندها نسبة سكر عالية، أو الناس اللي عاملين رجيم غذائي، أو الناس اللي عاملة دايت نباتي، أو للناس اللي عندهم كده حساسية من الفركتوز. هنحتاج للحليب ده 3 كوبايات مية، أنا وضعتهم على النار لحد ما ابتدوا يغلوا. هنضيف للكوباية دي مبشور، هنضيف للمية دي مبشور الكوكونات الطبيعي، وهنطفي النار ونخلي الخليط ده لمدة نصف ساعة. نحركه كده علشان يتجانس ونخليه لمدة نصف ساعة. وبعد مرور نصف ساعة هنجيب الخليط ونسكبه على الخلاط كده، وهنشغل الخلاط كده لمدة 5 دقائق علشان الحصول على خليط متجانس. وهاخد إناء واحط فيه صفاية كده، وفوق الصفاية احط قطعة قماش اللي هو تشيز كلوث، وابتدي اصفي خليطي اللي هو عبارة عن كوكونات وشوية مية. وزي ما انتوا شايفين كده الخليط اصبح كد متجانس. هنستنى عليه لغاية ما ينزل، واخد سباتشولا دي وابتدي احركه علشان يتصفى. والريحة اللي طالعة من الخليط ده ريحة رائعة. القماشة دي وابتدي اعصرها كده علشان هي لسه سخنة، علشان اصفي المية وخليط الكوكونات كله. البقايا دي يمكن نعملها وصفات للبشرة، وانا في فيديو جاي ان شاء الله هعمل لكم وصفة كده هنستعمل فيها بقايا الكوكونات اللي صفيناها كده. كذلك يمكن عمل شامبو طبيعي للشعر الجاف، وبلسم طبيعي كذلك للشعر الجاف، وانا في فيديو جاي هنزل كل الحاجات دي. وبكده هنكون حصلنا على لبن كوكونات طبيعي زي اللي يتباع في المحلات السوبر ماركت، لكنه بيكون ارخص وبيكون ألذ واكيد بيكون صحي. والحليب ده يمكن استعماله في اي وصفة من الوصفات لاستبدال الحليب الحيواني. يمكن نحطه على السيريال او على الاوت ميل او في العصائر او اي شيء تاني بنستعمل فيه حليب الحيوان.
لو عجبكم فيديو النهاردة بليز اعملوا لايك، ولو عجبكم محتوى القناة بتاعي بليز اعملوا سبسكرايب. القناة هي Everyday with نوال. هنزل لكم كده فيديوهات أخرى لطريقة أو كيفية عمل لبن اللوز، وكذلك كيفية عمل لبن الصويا الطبيعي.